كتبت هذه المرثية البنت المجهولة بعد وفاة الطفلة أحلام منير محسن رحمة الله تخشاها وأسكن الله فسيح جنات، والذي توفت في المدرسة. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها أداء الشاعر أيمن هيثم. مجهولة تخط الحروف باسمك يا العظيم الرؤوف، من شمس الحزن والكسوف وجاع الزمان المرير، بعد أحلام ضاق الزمان جف الريق وسط اللسان، أحزاني بقلبي ملان محزونة ودمعي غزير، أحلم صارت المدرسة بالشنطة كما الفارسة، والزي الذي تلبسه كأنه كفنها الأخير، آخر صوتي يا أستاذتي بخرج في قضاء حاجتي، يا أستاذه رضاش غايتي صارت للقدر والمصير، كانت ماشية في حذر لكن لا حذر من قدر، طاحت فوق صم الحجر أصبح جرح فيها خطر، فوق الزي دمها نزل لما جف والقلب جاف، ما حد شافها للأسف أشاهد ولا به نظر، جلست حول ساعة ونص لو ما الدم منها خلص، والصرح المثالي حوص صوت الفزع والنفي، يا طلاب الأقصى الشريف قد جو المدارس مخيف، ماتت بنتنا بالنزيف ما حد شافها تستجيب، بعد إسعافها الأضلاع ضاع النور والسعد ضاع، ماتت وظلمين البقاع واصبح كل واحد أسير، واصبح كل واحد أسير، بعد إسعافها الأضلاع ضاع النور والسعد ضاع، ماتت وظلمين البقاع واصبح كل واحد أسير، سالت دمعة أحبابها والأقصى اكتسر بابها، عظم أجر طلابه والأستاذ هو المدري، يا غبني عليها غبو شني يا دموع العيال، شني بالحزن والشجون ورثي قلب ابوها مني، قلبه والكبد داميه وعيان امها باكيه، ما جفت ولا ثانيه تخيل ضروها الصغير، اخر ما حصل منها حبت فوق راس امها، ابوها مع اخوانها كان الوداع الاخير، خلتهم بوسط الكرب صبرك يا محمد وجب، واحمد مثل نصر احتسب يا عبد العزيز استخي، والاعمام من بعدها حزن من حزن جدها، محسن دي مسك يده الجد الجليل القدير، راس العم عز المثال وانتو يا مجاهد رجال، والعم المثالي كما نعم العم نعم النصير، عابد خالها مبتلي ومحمد حرم ماسري، ماجد مثل حسرة علي عبد الله فؤاده ضري، وابوها مثال الوفاء آمن بالقضاء واكتفى في حكم القضية عفا رغم جرح قلبه كبري، والعم شل في موقفه أمر الموت والتكلفة، واصحاب الوفاء تعرفه أجرك يا كمال ما يسير، عظم أجرنا وأجركم حزن الناس من حزنكم، وانتو بالزمن صبركم يا أهل المعرفة والضمير، يا أهل المعرفة والضمير، عظم أجرنا وأجركم حزن الناس من حزنكم، وانتو بالزمن صبركم يا أهل المعرفة والضمير، والختم الصلاة واجبة صلت نفسي الراغبة، ما مزن السماء ساكبة البدر السراج المني،